Code Questers, innovation that bridges success. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه الأخبار؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على طريقة من طرق البريتنج ستراكشرز. والمرة دي ان شاء الله هنتكلم على طريقة تانية. الطريقة اللي فاتت كانت بتساعدنا ان احنا نعمل برين ستورمينج. لو حد مش عارف يعني ايه البريتنج ستراكشرز وعايز يشوف الطريقة التانية يرجع للفيديو اللي قبل ده على طول. آه النهارده ان شاء الله الطريقه اللي معانا هي طريقه بتساعد على ان انا نعمل نتوركينج. يعني ازاي انتورك بطريقه ستراكشر؟ هي البريتنج ستراكشرز اصلا لما الشركه عملتها على اساس ان انا اقدر اعمل كل حاجه بطريقه منظمه. وازاي لما يبقى دخل عندي انبوت يطلع بشويه انبوتس ثابتين اطلع اوتبوتس من الناحيه التانيه فعلا. كانها ايكويشن كده. فالنهارده الطريقه اللي معانا بتساعدني ان انا اعمل نتوركينج. انا السنه دي حضرت رايز اب، وحضرت تكني، وحضرت ستريمليس، وحضرت ايفنتات كتيره جدا في انجينيرنج اكس. يعني حضرت ايفنتس كتيره جدا. كان كل ايفنت بيبقى نفسي في حاجه واحده بس، ان انا يبقى في واي اقدر نتورك مع الناس اللي جايه تحضر. انا دي ناس في نفس مجالي وانترستد عندهم نفس الانترستس بتاعتي تقريبا. آه، نفسي اتعرف على ناس مختلفه. يعني انا بيبقى عندي يعني اقدر اشوف السبيكرز واتكلم معاهم تمام. بس الناس اللي حاضرين ما فيش ويه تخليني ان انا اقدر ايه اكومينيكيت معاهم. ماشي، يعني الطريقه الوحيده للكوميونيكيشن للناس اللي في البوسز. بس الناس اللي حاضره سواء هم اكسبيرينس اكتر مني او زيي او حتى ايفن اقل مني، وانا ببقى عايزه اعرف اتكلم مع ناس، اعرف الناس بتفكر ازاي. ساعات ببقى بدور على كوفاوندرز اتكلم معاهم اكسبرتيز. فالفكره كلها ان مفيش structured way تخليني اعرف اعمل يعني اعرف اعمل الحاجه دي بشكل منظم، بدون ما ابقى انا بحاول اعملها كده بشكل individual. فدي طريقه من الطرق اللي ممكن لو اتنفذت يعني في الايفنتات عموما ممكن فعلا تفرق جدا، وتخلي الناس اللي موجودين كلها تعمل يعني تتعرف على بعض بطريقه حلوه جدا. ايه هي اسمها؟ امبرمنت نتوركينج. بس انا يعني حسيت الاسم تقيل علينا، فانا قلت لا خلاص انا هسميها اسم عربي، اسميها التواصل العفوي يعني. طب هي عباره عن ايه التواصل العفوي ده؟ احنا في اي ايفنت بنبقى مجموعه من الناس باهتمامات مختلفه، بباك جراوندز مختلفه. يعني ممكن ما نقولش اهتمامات مختلفه لان كلنا تيك مثلا وجايين نحضر لناس او لسبيكرز، بس ممكن نقول فيلينجز مختلفه، بجولز مختلفه. كل واحد جاي الايفنت عنده اكسبكتيشنز مختلفه، عنده تشالنجز مختلفه، عنده هيستوري وستوري مختلف عن التاني. بس كلنا انترستد في ان احنا نحضر الايفنت ونسمع للناس اللي موجودين. فازاي ان احنا نخلي الناس دي تتعرف على بعض بطريقه بسيطه وفي وقت قليل؟ اول حاجه هنبتدي نقول إن نطرح سؤال للناس. السؤال ده بيعبر عن هو ايه التشالنجز اللي بتقابلك، وايه الاكسبكتيشنز من حضورك سواء بقى ده ايفنت، كونفرنس، ميت اب، ايا كانت الحاجه اللي انا بحضرها دي، او اي سؤالين فعلا مهمين يعني. بس ابسط حاجه اللي هو ايه الاكسبكتيشنز بتاعتك، ايه التشالنجز اللي بتواجهك، ايه الحاجه اللي الجولز اللي انت جاي تحضر على اساسها الايفنت ده او الميت اب ده، وهكذا. وبنسيب كل واحد يفكر في السؤال ده لمده دقيقتين، وبعدين بنبتدي كل واحد يعني بعد الدقيقتين دول بالظبط بنبتدي نقول للناس. طبعا لو الناس كانت قاعده بتقف عشان بس الموضوع يبقى فيه شويه موتيفيشن وانرجي، لان برضو من اهم الاهداف الطريقه دي اصلا موجوده عشانها ان انا ابتدي احط الناس في مود اساسا ان هم يبقوا موتيفيتد، يتعرفوا على بعض. فلما نيجي ندخل في التوبيك او السيشن اللي احنا رايحينها، يعني دي ساعات الناس بتعملها في اول 20 دقيقه من الايفنت او من السيشن او كده يعني. فنغير بس الانرجي والموتيفيشن بتاع الناس يعني. فنبتدي لو احنا قاعدين على كراسي بنقوم، وبنبتدي كل واحد فينا يفكر في السؤال لمدة دقيقتين، وبعدين بيبتدي يدور على أقرب واحد أو أيا كان بس ما يعرفوش، يعني حد مش عارفه، ويبتدي يدسكس معاه الإجابة بتاعت السؤالين دول.
هو ليه، ايه الاكسبكتيشنز بتاعته، هو ايه الهيستوري بتاعي، ايه الستوري بتاعته، اكسبيرينس بتاعته عامله ازاي، ايه توقعاته من الايفنت هنا، كان جاي مستني ايه، وهكذا. وبنبتدي القصه دي بتبتدي كل بيرز يعني بيبتدي يتناقشوا مع بعض واربع دقائق، وبعدين بنبتدي نشافل وتدور على حد تاني، وعلى الاقل بنكرر الموضوع ده 3 مرات. فايه اللي بيحصل ككونكلوجن؟ اول حاجه ان احنا، انا اتعرفت على 3 اشخاص مختلفين وعملت نتوركينج معاهم، يعني اتعرفت عليهم هم اتعرفوا عليا. تاني حاجة، ان انا لما قلت افكاري او الاكسبكتيشنز بتاعتي او التحديات اللي بتواجهني، كل مرة بقولها ده بيخلي ان الحاجة تتجمع في افكاري في دماغي بشكل كويس. يعني انا كأني بعمل كونسوليديشن كده لافكاري بالظبط، وبرتبها بشكل واضح، وكل مرة بقولها بعيد ترتيبها وبتزيد وضوحها في دماغي يعني. فده بيخلي ان التركيز ان انا عايزه احققها. تاني حاجه ان انا بشوف فعلا يعني احتمال كبير ان لما احكي للناس التشالنجز بتاعتي الاقي حد بيقابل نفس التشالنج، او حد اوريدي حل التشالنج ده، وابتدي نتشارك الافكار مع ناس من باك جراوندز مختلفه. فدي طريقه اتمنى يعني ان انا اشوف حد من الناس اللي بتعمل ايفنتس يجربوها، ايفن حتى يجربوها بشكل صغير بعدين يجربوها بشكل كبير. انا برضو حبيت ان احنا لا يبقى عندنا تصور عملي اكتر، وحبيت ودورت على حد يكون جرب الطريقه دي بشكل عملي، وكنت عايزه اوريها لكم. فهتلاقوا هنا ده فيديو على يعني في ايفنت حد كان بيجرب ان هو يعمل الطريقه دي في اول 20 دقيقه من الايفنت. اول حاجه هتلاقوا الناس هنا كده، يعني السبيكر بيتكلم معاهم بيشرح لهم الطريقه، وبعدين كلهم واقفين وبيقول لهم على السؤالين، وقال لهم ياخدوا دقيقتين عشان يركزوا في اجابه السؤالين اللي هو عايزهم يجاوبوا. وبعدين هتلاقوا بعد الدقيقتين بالظبط كده، لو احنا مشينا شويه هتلاقي ان احنا بدأ يقول للناس، يعني خلينا نرجع حاجة بسيطة كده، بدأ يقول للناس كل واحد يدور على حد يكلمه. فتلاقوا هنا كده حتى الناس عمالة بتدور على حد يكلمه، ما يعرفوش يعني. بصوا حتى واخدين بالكم اهو يعني، فيبتدوا يتناقشوا. هتلاقوا حتى في اول راوند دي الناس لسه برضو في ناس قاعده، ناس مش عارفه يعني، مش ايه لسه الدنيا ايه بتسيت اب نفسها يعني. عشان كده يعني التكرار بيبقى حلو، لان ومع ثبوت الاسئله. لان هنرجع بقى نبص على دي كده كانت اول راوند عملوها. يعني بصوا الاختلاف ما بين الناس واقفه ما تعرفش بعض، الطاقه نفسها وان الناس بتتناقش وبتتكلم بتختلف تماما. لو دخلنا لقدام شويه كده مثلا، بص دي في الجولة التانية هتلاقوا فعلا بقى الناس، لا الناس بقت فيها ريحية اكتر، بدأت تتعرف على ناس تانية، بدأت تدسكس بجد. هتلاقوا اصلا يعني لو خدتوا بالكم الكراسي كلها فاضية، مفيش ناس فعلا واقفة على الكراسي، مفيش ناس قصدي واقفة قاعدة على الكراسي خالص. بس فده شكل يعني، ده بشكل عملي ازاي الناس بتطبق البرومبت النتوركينج، او التواصل العفوي. ده الاسم اللي انا اخترته. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون فاتكم. ولو حابين ان انا اكمل في الطرق دي وفي البريتنج ستراكشرز كلها، ابعتوا لي وشير ولايك وسبسكرايب بقى عشان ايه نكمل يعني. شكرا ليكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي. Code Quest.